ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني، انا ريتاج اولى طب بيطري. طبعا كلنا عارفين ان الكيمياء هي اطول ماده وارخم ماده واكتر ماده دسمه، وفيها معلومات كتير ومعادلات اكتر، وفيها كمان قوانين كتير. عشان كده على نص السنه بتحسوا انكم تايهين فيها، معلوماتها كترت، مش عارفين تحلوا كويس فيها، ولا عارفين كمان تلموا منهجها اللي فات، ولا عارفين تكملوا اللي هو المذاكره بتاعتها. عشان كده طلع النهارده اتكلم معاكم في معضله الكيمياء، وهقول لكم النهارده تجربتي كامله، وهقول لكم الاخطاء اللي وقعت فيها عشان ما تقعوش فيها انتوا كمان، واقول لكم الحاجات اللي كان المفروض ان انا اعملها وما عملتهاش عشان تستفادوا منها. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تعمل كمان جوين لجروب التليجرام، ويلا بينا. هنبدا كلامنا بايه المهارات اللي المفروض تكون عندك عشان تعرف تذاكر كيمياء كويس. طبعا كلنا عارفين ان الكيمياء مش بس بتعتمد على الحفظ، لا هي اكتر بتعتمد على الفهم، لانك ببساطه لو مش فاهم مش هتعرف تحفظ، ومش هتعرف كمان تطبق على اللي انت حفظته ده. فاهتم انك تفهم كل جزئيه كويس، لانك لما هتفهم كل جزئيه جت منين وليه هتعرف تحل بسهوله وكمان بدون مجهود كبير بعد كده. والكيمياء محتاجه انك تحل كتير وتركز جدا في الاسئله اللي انت بتحلها، مش مجرد اسئله بتعديها وبتحلها على الفاضي. حتى لو حل صح المفروض تبقى فاهم كل سؤال حلته ازاي وليه الاجابه طلعت معاك كده، مش هو سؤال وبيعدي كده على الفاضي. وكمان لازم تعتمد على طريقه بسيطه في مذاكره الكيمياء، لان ده هيسهل عليك الحل كتير جدا. وهنا بقى هقول لكم مين المدرس اللي انا اخدت معاه كيمياء وكان بيبسط لي المعلومه بطريقه كويسه جدا، وكنت بفهم منه كويس جدا. انا كنت باخد مع مستر عبد الله الحبشي، حقيقي كان بيبسط المعلومه بطريقه سهله جدا وبسيطه وشيقه، وبيشرح المفاهيم والمعادلات والقوانين بشكل سلس جدا، وكان بيساعدني كتير ان انا افهم القوانين واربطها ببعض. وكمان كان بيحل معانا المسائل الصعبه خطوه بخطوه لغايه ما نفهمها كويس، وكان بيسهلها ويبسطها جدا. وكمان كان بيركز لنا على الجزئيات المهمه في المنهج، وبيمرنا على انواع الاسئله المختلفه والصعبه اللي ممكن تيجي فيها. فحقيقي هو من افضل مدرسين الكيمياء اللي انا اخدت معاهم، هو ومستر خالد صقر، لان زي ما انتم عارفين انا كنت باخد اونلاين، وكنت معتمده كمان بشكل كبير على اليوتيوب. ومستر خالد صقر المدرسين اللي كنت بتابعهم على اليوتيوب، وهو من اكتر المدرسين اللي كان بيفصل كل حاجه موجوده في المنهج. وجربت كمان مستر عبد الجواد، بس بصراحه ما فادنيش كتير لاني ما كنتش بفهم منه. اغلبكم هيقول لا بنفهم منه، هو مدرس كويس جدا، بس انا بتكلم عن تجربتي انا وعن انا ما كنتش بفهم منه. وكمان لما كنت بسمعه الحصه كنت باجي بعديها عشان احل، مش عارفه احل ومش عارفه اطبق على اللي انا سمعته، ولا كاني كنت فهمت حاجه. نيجي بقى للكتب اللي كنت بحلها في الكيمياء، وهي كتاب مندليف وكتاب الامتحان. انا كنت ببدا حل بكتاب مندليف لاني كنت بحس ان هو ابسط شويه من كتاب الامتحان، واكيد طبعا كان بيقف معايا اسئله زي ما بيقف معاكم دلوقتي، بس كنت لما بيقف معايا اسئله بروح اسمعها من قناه كيمياء ثانويه عامه. ونصيحتي ليكم في الكيمياء انكم تختبروا نفسكم فيها على طول، وتحلوا اسئله كتير، وتحلوا من كذا كتاب، تحلوا اي امتحان يقابلكم خاصه في الكيمياء، وما تخافوش انكم تدخلوا اي امتحان حتى لو غلطتوا، فانتوا تعلموا من غلطاتكم دي، لان الغلطات دي هي اللي هتعلمكم، وهي كمان اللي هتديكم افكار الامتحان. وبكده دي كانت نصايحي ليكم في الكيمياء، ومش عايزاكم تزعلوا على اي غلطات بتغلطوها في امتحانات الدروس، لان الغلطات اللي انتوا بتغلطوها دي هي اللي بتعلمكم وبتديكم افكار ازاي تحلوا بعد كده، وهي دي اللي بتخليكم تكتسبوا ثقه في نفسكم اكتر. لما تغلطوا وتتعلموا من غلطكم ده هتيجوا تاخدوا امتحان تاني هتحلوا فيه احسن من اللي قبله، فبالتالي انتوا كده استفدتم من غلطاتكم دي. اشوفكم في الفيديو الجاي، ولو عندكم اي مشكله في اي ماده اكتبولي في الكومنتات. باي.